ازيكم؟ النهارده احنا بنصور لاول مره من نوها كلينيك. معانا حاله بلازما هنعملها لايف قدامكم. قبل ما نشتغل الحاله بس عايزه اقول كلمتين عن البلازما. طبعا احنا عارفين ان البلازما هي عباره عن عينه دم بتتسحب من العيان وبتتفصل في الجهاز بتاع السنترفيوج، بيتاخد منها الصفائح الدمويه وبترجع تتحقن تاني في الوش، في الشعر، على حسب بقى المنطقه اللي محتاجه انها تتعالج. اما بتتحقن في الوش وظيفتها الاساسيه انها تدي نضاره للبشره، وظيفتها ان هي تدي حياه، تدي روح للوش، وده اللي هنشوفه. احيانا بتحسن شويه الهالات السوداء، احيانا بتلون شويه الشفايف، بتديها النضاره وبتديها اللون البينك اللي بنحبه. بس طبعا المفعول ده ما بيبقاش دايم قوي زي الفيلر، الحاجات اللي هي مخصصه للحقن في المناطق دي ومفعولها بيثبت. لا، احنا البلازما بتاخد شهر شهرين وبعدين بيبتدي المفعول يقل تدريجيا، بس يروح تماما ما اعتقدش انه بيروح تماما، خصوصا لو محقون بالانابيب المظبوطه اللي احنا هنحقن بيها النهارده، لانه البلازما بتعالج كمان البشره، بتعالج الخلايا بتاعه الجلد من جوه، مش بس ان هي بتدي نضاره وبتدي لوك شكله حلو، لا هي كمان بتعالج فعلا وبترطب الخلايا من جوه، وده هتشوفوه حضراتكم معايا ان شاء الله في الحاله اللي هنشتغلها لايف. يلا بينا نشوف مع بعض. طبعا دي كانت جلسه بلازما ناجحه جدا، الحمد لله. العيانه ما زرقتش، مفيش اي علامات ظهرت عليها. احنا في الاول زي ما شفنا سحبنا لها عينه الدم وحطيناها في السنترفيوج، خدنا منها الصفائح الدمويه، رجعنا حقناها تاني بالشكل المظبوط. كل منطقه بتتحقن بطريقه. بعد كده بنحط المضادات الحيويه بتاعتها، بنحط الحاجات اللي بتقفل الاوعيه الدمويه اذا كان في اي وعاء دموي ينزل نقطه دم ولا حاجه، ده عادي. البلازما ممتازه قوي للسن اللي ما بين 40 سنه و50 سنه، وحتى السن الصغير هي فيها ممتازه بصراحه. بس انا ليه بقول 40 سنه؟ لانه احيانا السن ده اللي بتبدا تظهر فيه مشاكل بسيطه في البشره، ما بتستدعيش ان احنا نعمل فيلر، ما بتستدعيش نعمل بوتوكس، ممكن نستعوض عن كل ده بالبلازما. وزي ما هنشوف دلوقتي هي حاجات كتير كانت عند استاذه عاليه اتظبطت بالبلازما لوحدها، لا احتاجت فيلر ولا هتحتاج بوتوكس. وان شاء الله تابعونا على دي كانت جلستنا النهارده، وتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك دكتوره نوها عطارد طب تجميل وليزر. اشوفكم في حلقات تانية ان شاء الله. باي باي.